السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم حبيت نبارطاجي معكم نوع من أنواع الطمينة. ما نطولش عليكم ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير. أولا نجيبوا 60 غرام بودرة حليب، حطوها على نار هادية ونحركوا عليها حتى تكتسب اللون الذهبي. وما ننساوش مرة على مرة نحركوا عليها. فوالا هنايا بعد ما اكتسبت اللون الذهبي اتركوها جانبا، خليوها تبرد ونروحوا نجيبوا سميد متوسط حتى هو خلاف يتحمص على نار هاديه. فوالا بعد ما تحمص نخليوه ايضا يبرد. ومن بعد نجيبو 250 غرام زبدة، نحطوها تذوب. بعد ما تذوب نضيفوا لها 220 غرام عسل بعد ما تذوب وهي سخونه. فوالا هنا نحركو. ومن بعد نضيفوا 50 مليلتر حليب ساخن، 30 غرام حلوة الترك، بنسيت سال. نزيدو نضيفو حليب بودرة كنا حمصناه دافونس وبرد. ومن بعد في الاخر نزيدو سميد المتوسط. الحليب والسميد لازم يكونوا باردين، نضيفوهم للخليط وقعدوا هنا نحركوا. هنايا كيما تحبوا تاكلوها جاريه، شويه جاريه، ما تضيفوش السميد، تضيفوا تدريجيا وشوفوا عينكم ميزانكم. تحبوا تاكلوها شويه شاده روحها، ما عليكم غير تزيدوا شويه سميد. انا هنا قاعده نخلط، هذا هو القوام تاع الطمينه. حل التزيين، فوالا نحطوها في الطبسي والتزيين يبقى دائما اختياري.
هذه هي الوصفة تاع اليوم. جيسبر احبائي تعجبكم وتجربوها. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.